السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة يا جماعة اليوم التاني في الفراخ اللي عندنا. احنا قلنا هنعمل دورة في شهر 7 اللي هو الفترة اللي فيها حر زيادة عن اللزوم، على أساس نشوف احنا هنعرف نمشي مع الفراخ ازاي خلال الفترة بتاعة الحر دي. النهاردة اليوم التاني في عمر الفراخ. لازم نفهم ان اهم حاجة عندنا في تربية الفراخ يا جماعة الفترة اللي هي اول 4 5 ايام. اول 4 5 ايام دول اللي هي فترة الاستقبال، هي دي الفترة اللي تقدر تظبط الفرخ بتاعك فيها. تقدر ان انت تطلع فرخ كويس جدا. يعني ال4 5 ايام الاولانيين دول لو ظبطت الفرخ بشكل كويس، لو استقبلت الفراخ بشكل كويس، اكيد انا ان شاء الله هطلع فرخ كويس في نهاية الدورة. هنتابع بقى مع بعض ايه الحاجات اللي ممكن نعملها خلال ال4 ايام اللي جايين دول، يظبطوا معانا الفراخ ويخلوا معانا الكتاكيت اللي قدامنا ديت تفضل ماشيه معانا تمام باذن الله، وتطلع معانا اعلى وزن بعد كده. النهارده اليوم الثاني. اول حاجه لما اجي احط علف يا جماعه لازم احط كميات بسيطه جدا. دي حاجه اتكلمنا عليها قبل كده كتير. لما باجي احط علف ما بحطش علف كتير زياده عن اللزوم، بحط كميات علف بسيطه جدا على اساس ان انا استنى لما الطور بتاعي او الكتاكيت اللي قدام دي تسحب العلف، ولما تخلص العلف انزل علف تاني. انا ليه بعمل كده؟ كميات العلف البسيطه اللي انا بحطها دي هي اللي هتبين قدام الكتكوت بتاعي ماشي كويس ولا لا. هتبين قدامي انا ماشي مع الفراخ تمام ولا عندي مشكله. لان الفراخ لو ما سحبتش كميه العلف اللي انت حاططها دي يبقى انت كده اكيد عندك مشكله. دي حاجه. لو انت بتحط كميه علف على علف فانت مش هتبين لك الحته دي. الحاجه التانيه كمان، الكتكوت ما بيسحبش كتير في الاول. انت عندك اول اسبوع او 10 ايام الكتكوت بياكل يا دوب خلال ال 10 ايام دول بتاع 300 400 جرام، ما بيزيدش عن كده. فانت لما بتحط علف بكميات كبيره انت كده بتبوظ العلف. العلف لما بيقعد مده طويله قدام الفراخ فهيعمل معاك سموم عاليه وهيبهدل معاك الفراخ بتاعتك. يبقى اول حاجه لازم نعرفها ان احنا بنحط كميات علف قليله جدا، ولما تبقى تخلص كميه العلف اللي احنا حاطينها للفراخ دي نبقى نحط مكانها باذن الله. تمام. نحط علف قليل ونصبر على الفراخ شويه، لما الفراخ بتاعتنا تتخلص نرجع نحط علف تاني. الحاجة التانية، اتأكد من انتشار الفراخ وحيوية الفراخ عندك في المكان. لما يكون الفراخ عندك في المكان متوزعة بشكل كويس وانت بتبقى مجوع ما بين الطاقة والطاقة شوية، وتيجي تنزل العلف للفراخ تلاقي الفراخ او الكتاكيت هجمت عليه، معنى كده ان انت عندك الدفع بتاعك مظبوط، التهوية عندك مظبوطة، الكلام ده كله. زي ما قلنا احنا في شهر 7. شهر 7 درجة الحرارة فيه اصلا وصلت ل40 و45. ده بالنسبة لدرجة الحرارة. غير كمان الرطوبة يعتبر عالية جدا جدا، فبتعلي معاك درجة الحرارة كمان. يعني درجة الحرارة أصلا في الطبيعي بتاعها 45، لو نزلت في الشارع على أرض الواقع هي معدية ال50 بسبب الرطوبة العالية. الرطوبة العالية بتعلي معاك درجة الحرارة. ففي الجو ده أنا مش محتاج إن أنا أقفل على الفراخ ولا دف ولا الكلام ده، لا ده أنا محتاج تهويات عالية. يبقى الحاجة التانية لازم أكون مفتح الشبابيك بتاعتي على وسعها عشان أخرج الصهد والريحه والنفس بره، وعشان ادخل هواء للفراخ يغير صدر الفراخ. تمام. فانا لما اكون مظبط الجو والتهويات عندي تمام، بدخل مفيش ريحه مفيش كمكمه الكلام ده، بلاقي الفراخ عندي بتلعب ومبسوطه. لما ادخل والاقي الفراخ عندي او الكتاكيت عندي بتجري وبتلعب، ده معناه ان المكان عندك كويس. يبقى انا لازم اهتم بالحته دي، اهتم بالتهويات تبقى مفتوحه على وسعها، اهتم بالفرشه بتاعتي. هلاقي الكتاكيت عندي بتجري وبتلعب من اول يوم. احنا النهارده بنقول تاني يوم اهو، وزي ما انتم شايفين انتشار الكتاكيت ما شاء الله زي الفل. الحاجة التانية كمان بقى اللي لازم ناخد بالنا منها يا جماعة هي درجة الحرارة. درجة الحرارة زي ما قلنا أصلا بتوصل ل45. طب ده بره في الشارع. عندك بقى في المكان، عندك في المكان زي ما انتم شايفين على الميزان عاملة معايا 35. طبعا يا جماعة الحرارة دي مش هتأثر بأي شكل من الأشكال على الكتاكيت، لأن الكتاكيت اللي عندنا دي عمرها لسه تاني يوم، ولحد برضه متعدي معاك أول أسبوع مفيش أي مشكلة. 35 درجة الحرارة دي مش هتعمل معانا مشاكل بإذن الله. تمام. وادي الكتكوت بتاعنا يا جماعة زي ما انتم شايفين ما شاء الله الكتكوت ممتاز جدا. شكل الكتكوت كويس والحصلة ملانة. يعني انت لو جينا نبص على الحصلة بتاعة الكتكوت هتلاقي الكتكوت بتاعنا واكل، فما عندناش اي مشكلة ان شاء الله. كده احنا الامور عندنا كلها تمام يا جماعة. الفرشة بتاعتنا متظبطة، النشارة زي ما قلنا خفيفة تحت الفراخ، التهويات بتاعتي كويسة، وانا مفتح التهويات على وسعها من اول يوم زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. كان اول يوم لاستقبال الفراخ، مفتحين التهويات على وسعها من اول يوم. نيجي بقى للعلاج بتاع الاستقبال اللي هنمشي عليه الفترة الجاية دي ان شاء الله. من اليوم الثاني لليوم الخامس يعني لمدة 4 أيام هنشتغل على الاستقبال.
الاستقبال ده علاج موجود عند كل البياطرة، يعني هتروح عند أي صيدلية بيطري يقول له أنا محتاج علاج لاستقبال الكتاكيت. علاج الاستقبال أنواع كتيرة جدا، يعني هتلاقي في حاجة اسمها نيوفيت زي الكيس اللي قدامكم ده، وهتلاقي حاجة تانية اسمها مثلا 1 2 3 أوكسي 1 2 3. في أنواع كتير، هتلاقي حاجة كمان زي المينتودوكسين، وحاجة تانية كمان اسمها نيو دوكسيستين. الحاجات دي كلها دي أكياس جاهزة زي ما انتم شايفين اهو. هتلاقي في دكاترة برضه بتعمل لك تركيبة الاستقبال دي على ايديها، يعني هي اللي بتركب الخلطة بتاعة الاستقبال، مش كيس جاهز ولا حاجة. ايا كان نوع العلاج اللي هتاخده من البيطري، سواء كان كيس جاهز للاستقبال او حتى الخلطة اللي البيطري هيعملها لك، مفيش اي مشكلة. الاستقبال بيبقى عبارة عن شوية مضاد حيوي على مطهر معوي على حاجه رافع مناعه زي فيتامين اللي هي السيلينيوم مثلا، فالتركيبه بتبقى معروفه يعني. هنحط بقى علاج الاستقبال ان شاء الله الفتره الجايه دي من عمر تاني يوم ولحد 5 يوم، 4 ايام زي ما قلنا، معلقه على السقايه ال2 لتر. زي ما انتم شايفين احنا كنا شايلين الميه من قدام الفراخ معطشين شويه عشان نحط العلاج، وبنحط علاج الاستقبال معلقه على السقايه ال2 لتر، وبعد كده بننزل السقايه. ما شاء الله اول ما نزلنا السقايه الفراخ كلها راحت اتحركت على اساس تشرب من الميه. تمام. طيب هل علاج الاستقبال بيتحط متواصل ولا بيتحط 12 ساعه بس؟ لا، علاج الاستقبال يا جماعه هيشتغل معانا ال 24 ساعه، يعني انا هحطه طول النهار والليل لحد ما يخلص لمده 4 ايام متواصل باذن الله. بحط علاج الاستقبال بتاعي معلقه شاي على السقايه ال2 لتر، اللي هي سقايه اصغر سقايه خالص، بالنهار وبالليل. يخلص العلاج اللي قدام الفراخ، لما بيخلص بريح شويه وارجع احط تاني معلقه على ال2 لتر. يعني انا ما بفصلش في علاج الاستقبال يا جماعه، علاج الاستقبال نهار وليل متواصل عادي، ما فيش فيه فصل ولا حاجه. تمام كده. بستنى بس لما الفراخ تخلص الميه اللي قدامها، وبعد كده بحط لها الميه الجديده. طبعا بريح شويه زي ما قلنا قبل كده كتير في الفيديوهات السابقه، لما بكون هحط اي علاج لازم اريح شويه ما بين العلاج والعلاج، او ما بين السقوه والسقوه، بحيث لما اجي انزل ميه للفراخ بدواء، الدواء بيمرر شويه في الميه، فانت لما بتكون معطش شويه الفراخ كلها بتشرب ان شاء الله. تمام. دي حاجه. الحاجة التانية، احنا النهاردة في اليوم الثالث اهو، ما شاء الله زي ما انتم شايفين حجم الفراخ بيفرق معايا يوم عن يوم. الكتكوت النهاردة اليوم الثالث شكله عامل ازاي، ولسه مصوره لكم اليوم الثاني كان شكله عامل ازاي. فشكل الكتكوت وحجم الكتكوت بيفرق معايا يوم عن يوم، ما شاء الله ربنا يبارك. فبمشي برضو بنفس النظام يا جماعة، ان انا بحط العلف بتاعي بالطاقة، بجوع شوية، بجوع الفراخ شوية وانزل العلف، احط كميات علف قليلة يخلصوا العلف، اصبر عليهم شوية وارجع انزل العلف تاني بنفس الطريقة. وبرضه نفس الكلام بالنسبة للمية، ما بين سقوة المية والمية ما دام انا بحط دواء لازم اعطش شوية، على اساس ان انا لما اجي انزل الدواء الفراخ بتاعتها تشرب ان شاء الله. دي حاجة. زي ما انتم شايفين الكتكوت ما شاء الله، شايف شكل الكتكوت عامل ازاي وحجمه عامل ازاي. امبارح كان له شكل والنهارده له شكل تاني. ربنا يبارك، الفراخ زي الفل معانا، ماشيه معانا تمام، لان احنا ماشيين بنظام تمام. وبرضه زي ما قلنا دايما انا بوري لكم الحصله بتاعه الفرخه عشان نشوف كتكوت واكل ولا لا. الكتاكيت كلها بتاعتي بتاكل ايه، لان زي ما قلنا بنعطش وبنجوع ما بين الطاقه والطاقه، بتلاقي الفرخ يسحب معاك في الاكل والفرخ يبان عليه الاكل بتاعه. ده اليوم الرابع، فراخ كويسه جدا، شكل الفرخ وحيويته كويسه، يبقى احنا كده ماشيين ما شاء الله تمام. ونفس الكلام برضه هيبقى اليوم الخامس بنفس الطريقه. العلاج بتاعي بتاع الاستقبال بدايه من اليوم الثاني لليوم الخامس لمده 4 ايام متواصل نهار وليل، ما بمنعش العلاج، بس طبعا بحط كميات ميه قليله، دي اهم حاجه، كميات ميه قليله جدا، على اساس ان الكتاكيت تخلص الميه وبعد كده ترجع تسحب معايا ميه تاني. الجو اصلا حر، درجة الحرارة عندي في المكان عاملة 35، فأنا هعتمد دايما على تغيير المية. تغيير المية من قدام الفراخ يا جماعة هيخلي الكتاكيت بتاعتي تستحمل الحرارة، مهما علت الحرارة عليها هيخليها تستحمل الحرارة. لذلك احنا ما بنحطش كمية مية كبيرة، احنا بنحط كمية مية قليلة. يعني لو هتحط العلاج بتاعك معلقة شاي على السقاية ال2 لتر، وهتلاقي ان السقاية ال2 لتر دي هتقعد قدام الفراخ 10 ساعات مثلا، لا احنا ممكن نحط لتر واحد بس، يعني نص السقاية، ونحط مع نص معلقة شاي على لتر واحد. يعني انا مش شرط عشان بقول لك حط معلقة شاي على السقاية ال2 لتر من العلاج يبقى خلاص، لا. قدر كمية المية اللي الفراخ عندك هتسحبها خلال 3-4 ساعات وحط عليها الدواء
بحيث ان انت تغير اول باول الميه خصوصا طول النهار. تمام. انا مشكلتي في النهار مش في الليل، يعني حتى لو بالليل الفراخ قعدت تشرب طول الليل، احنا مش هندخل للفراخ بالليل او الكلام ده، ما عنديش مشكله. مع انه طبعا في المزارع ما فيش الكلام ده. في المزارع العامل بيفضل قاعد الفراخ نهار وليل، يعتبر ما بينامش. لكن بالنسبه للبيت خلاص ما فيش مشكله. المشكله عندي هتبقى في فتره النهار. فتره النهار لازم ان انا احط ميه قليله بحيث ان الفراخ تخلص وتشرب تاني. فتغيير الميه معاك دي بتنشط معاك الفرخ، وبتغير الميه اللي بتسخن قدام الفراخ، تلاقي الفراخ معاك فايقه على طول ان شاء الله. الفيديو اللي جاي ان شاء الله يا جماعه هنتكلم بقى على اليوم السادس واليوم السابع واليوم الثامن، واللي هنعمله في الفتره ديت. اللي محتاج اي حاجه يبعت لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.